مشاهدينا، في 28 من أيار مايو الماضي هزم رونالدو غريزمان ليتوج بدوري الأبطال. يوم الأحد يتجدد الصراع بين النجمين البرتغالي والفرنسي في نهائي اليورو. ماذا قدم النجمان قبل لقائهما الأحد في ستاد فرانس، وما حجم إسهاماتهما في بلوغ منتخبي بلديهما المشهد الختامي لليورو؟ الجواب في سياق التقرير التالي. في 28 من مايو الماضي أضاع غريزمان ركلة جزاء وسجل رونالدو ركلة ترجيح، وما بين الركلتين أحس الفرنسي بالذنب وصنع البرتغالي المجد. ترك الفرنسي خيبته في ميلانو، هنالك وطن في انتظاره، فرصة التعويض لاحت لكن ليس أمام رومانيا. 66 دقيقة فقط وحسرة أخرى للعفريت الأزرق، لكنها كانت الأخيرة. ظهر غريزمان قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، حرر فرنسا من قبضة ألبانيا ثم أنقذهم من كمين أيرلندا. تحول غريزمان من منبوذ على دكة البدلاء إلى ملهم للفرنسيين في ظرف أسبوع. هدف آخر أمام أيسلندا، أضحى القصير الزئبقي هدافا لليورو. ذاك لن يشبع نهم غريزي إن لم يسقط الجدار الألماني. الفرنسي لا يهاب نويا، لدغه مرتين في شوطين وحمل فرنسا إلى نهائي أشبه بحلم، حلم لا يريد غريزمان أن يستفيق منه حتى يرد دين رونالدو. أما رونالدو فقدم إلى فرنسا وهو يعلم أنه غير مرشح للعب أولى الأدوار، لكنه يملك فرصة إسقاط بعض الأرقام التي صمدت طويلا. كادت فرصته تلك تتبخر لولا لطف الأقدار، فلا هو كسر جليد أيسلندا ولا هو عبر حاجز النمسا ولو من بضعة أمتار، لكنه نجح في آخر اختبار، أصاب شيخ المجر مرتين ليجنب البرتغال العار. وأمام كرواتيا ظهر في آخر دقيقة ليجبر هو وكواريشما آل البلقان على الاندحار. استعان رونالدو باليافع ريناتو سانشيز أمام بولندا، ثم سدد ركلته الترجيحية بنجاح ليطول المقام بالبرتغال في بلاد موليير. لن يرضى رونالدو أن يمر من أرض فرنسا هكذا مرور الكرام، فقرر أن يحمل البرتغال على كتفيه ويضعها في نهائي الأحلام. هدف عادل به رقم بلاتيني وفوز قربه من صناعة المجد للبرتغال، فهل يعيد فعلته ويبكي غريزمان؟ تحول غريزمان من منبوذ على دكة البدلاء إلى ملهم للفرنسيين في ظرف أسبوع. هدف آخر أمام أيسلندا، أضحى القصير الزئبقي هدافا لليورو. ذاك لن يشبع نهم غريزي إن لم يسقط الجدار الألماني. الفرنسي لا يهاب نويا، لدغه مرتين في شوطين. مشاهدينا، في 28 من أيار مايو الماضي هزم رونالدو غريزمان ليتوج بدوري الأبطال. يوم الأحد يتجدد الصراع بين النجمين البرتغالي والفرنسي في نهائي اليورو. ماذا قدم النجمان قبل لقائهما الأحد في ستاد فرانس، وما حجم إسهاماتهما في بلوغ منتخبي بلديهما المشهد الختامي لليورو؟ ذلك وطن في انتظاره، فرصة التعويض لاحت لكن ليس أمام رومانيا. 66 دقيقة فقط وحسرة أخرى للعفريت الأزرق، لكنها كانت الأخيرة. ظهر غريزمان قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، حرر فرنسا من قبضة ألبانيا ثم أنقذهم من كمين أيرلندا، وحمل فرنسا إلى نهائي أشبه بحلم، حلم لا يريد غريزمان أن يستفيق منه حتى يرد دين رونالدو. أما رونالدو فقدم إلى فرنسا وهو يعلم أنه غير مرشح للعب أولى الأدوار، لكنه يملك فرصة إسقاط بعض الأرقام التي صمدت طويلا. كادت فرصته تلك تتبخر. الجواب في سياق التقرير التالي. في 28 من مايو الماضي أضاع غريزمان ركلة جزاء وسجل رونالدو ركلة ترجيح، وما بين الركلتين أحس الفرنسي بالذنب وصنع البرتغالي المجد. ترك الفرنسي خيبته في ميلانو، هنا